دلوقتي في مسجد في ميلانو، عاوز اقول لكم والله حاجه تفرح لما تلاقوا مسجد ملان بالشكل ده في صلاه العشاء. بسم الله ما شاء الله، شوفوا المسجد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عاوز اقول لكم بقى ان المسجد ده يعني 99% مصريين، ودي الحاجه اللي تفرح بجد هنا في ايطاليا، غير فرنسا خالص يا جماعه في المساجد. يعني بصراحه بسم الله ما شاء الله، وقت صلاه المغرب برضه كان كتير جدا يعني، لان هنا في مائده رحمن، واللهم بارك يعني اللهم بارك. احنا بنتكلم في 99% من الناس دي ان لم يكن كلهم اساسا جنسيه مصريه، بنتكلم في 1% جنسيات تانية، ولكن كل الناس دي مصريين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عاوز اقول لكم ان المسجد بعيد عن ميلانو، يعني هو مش في ميلانو نفسها، بعيد حوالي بالعربيه نص ساعه، والناس بتجيله من كل مكان بالعربيات وكده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة للعشاء في أيام وليالي شهر رمضان المبارك، موعظة خفيفة بعد الصلاة. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا حبيب قلبي يا رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى ويا نور الإيمان. ما أقبلت النسائم وما هبت العبرات وما لاحت على الأيك الحمائم. موقف الذي معنا والعظة التي معنا في هذه الدقائق السريعة هي وصية من وصايا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حديث صحيح. اللي هيقول الراوي الحديث ده له هدية كبيرة. نبدأ. احنا قايلينهم النهارده في العصر الشباب اللي كانوا معانا. لا صعب شوية. طيب الشيخ ياخد ازازة المسك. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. كنت هتقولها؟ طب صلي على الحبيب.